السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم لا طارت بالخوخ باسهل واروع الطريقه اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله. فهاد لا طارت هذه راه كتستحق التجربه، كتجي من ألذ ما يكون، اقتصاديه، سهله في التحضير، كتوجد في 10 ديال الدقائق، والبنه اللي فيها ما غاديش تشبعوا منها، غادي تعجبكم اكيد ان شاء الله الا جربتوها. كتجي طبقات وكتجي من اروع ما يكون. فكنتمنى ان شاء الله تشوفوا معايا الطريقه ديال التحضير، راه غادي تعجبكم اكيد وغادي تجربوها ان شاء الله. فدائما اخواتي الا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش باللايكات الفيديو والاشتراك في القناه. غادي نبداو ان شاء الله بالمقادير ديال العجينه وطريقه التحضير. فاول حاجه هنايا كنحتاجو 2 كيسان ديال الدقيق، وعندي هنايا ساشي ديال السكر منسم بالفانيلا. غادي نضيف هنايا واحد 2 معالق ديال السكر، وغادي نضيف واحد شويه ديال الخميره ديال الحلوى، راه قل من نص معلقه غير باش كتهشش ليا العجينه. وغادي نضيف الملحه. صافي هادو هما المكونات. النواشف اللي غادي نحتاج في هاد العجينه هذه، كنخلط مزيان النواشف، ومن بعد كنجمع العجينه ديالي بالزبده. درت هنايا 2 معالق كبار ديال الزبده. انا استعملت الزبده الحيوانيه، راه كتعطيه واحد المذاق اللي زوين بزاف. هنايا ضروري نخلطوا العجينه ديالنا بهذه الطريقه هذه، كنرملوها مزيان وكندخل فيها هذيك الزبده. ضروري هكا نخلطوا الدقيق مع الزبده مزيان، عاد كنجمعوها بالبيض. فهنا بعد ما كنخلطها مزيان كتجي مرمله بحال هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. كنزيد البيض، يعني درت هنايا البيضه الاولى. كنشوف العجينه ديالي الا تجمع ليا بالبيضه واحده راه كنكتفي بها، ولا خاصني كنزيد البيضه الثانيه. فهنا كيف ما كتشوفوا راه باقي خاصني، يعني باقا العجينه قاصحه. غادي نزيد هنايا البيضه الثانيه، وغادي نجمع العجينه ديالي مزيان. فهنايا ديك عندي البيض كبير، داكشي علاش جاني شويه زايد على القوام ديال العجينه. فهنايا غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق. ففي هذه المرحله هذه اللي طحتو في هذه القضيه هذه، زيدوا غير الدقيق، راه ما توقع عليها حتى شي حاجه. هنايا تقريبا زدت واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق، وغادي نجمع العجينه ديالي بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. كتجي واحد العجينه اللي زوينه بزاف، كتجي ناجحه 100%، ما كتهرس ما حتى حاجه، والمذاق ديالها راه زوين بزاف، بنينه وما تشبعوش منها. هنايا كندير العجينه ديالي في البلاستيكه وكنحطها في المجمد واحد 5 ديال الدقائق، وكنرجع عليها. يعني راه ما كتاخذش الوقت بزاف. هنايا بنفس البلاستيكه كنقطعها وكنسرحها فيها باش هكا تجيني سهله باش نهزها ونديرها في المول. هنايا غادي نرش العجينه ديالي بشويه ديال الدقيق باش ما يتلصقش ليا في المدلك، وغنطلق العجينه ديالي بالمدلك. يعني الطريقه اللي سهله بزاف، ما كتاخذش الوقت نهائيا، كتوجد بسرعه وكتجي يعني بنينه، يعني شي حاجه اللي بنينه بزاف. كنشريو واحد لاطارس هادو بالثمن غالي، فملي كنحضروا هكا في الدار كتطيح علينا رخيصه بزاف. وهذا هو وقت الخوخ، يعني الخوخ بالثمن مناسب. فعلاش لا ما نحضروش فيه هاد الوصفات هادو اللي كيكونوا بنانين وكيعجبوا الكبير والصغير. فهنايا كنسرح العجينه ديالي مزيان. يعني غادي تشوفوا معايا السمك ديالها، ما كنديرهاش غليظه، كنديرها شويه رقيقه باش كتجيني مقرمشه. صافي هنا بعد ما سرحت العجينه ديالي مزيان كنجيب المول. فكديروا هكا في المول اللي عندكم، من الاحسن يكون على هاد المول بهذا النوع هذا اللي كيكون مشنتف هكا من الجناب، ولا كان كبير من الاحسن. صافي هنايا كندير العجينه ديالي بالبلاستيكه ديالها، يعني كنهزها بالبلاستيكه وكنحطها بهذه الطريقه هذه، وكنقدها مزيان في الجوانب، ما كنخليش حتى شي حاجه خاويه، وكنوركعها غير بيديا بهذا الشكل هذا. كنحيد دوك الزوائد ديال العجينه. صافي هنايا غادي نحيد هذيك العجينه وغادي نجمعها وغادي نحضر فيها لطرز واحده اخرى. صافي هنايا كنقد مزيان العجينه ديالي في المول كيف ما كتشوفوا. كنتقبها بالفرشيط باش ما تنفخش ليا. فالطياب ديالها، يعني الطياب عادي، كنحطها في الفران على العافيه اللي كتكون متوسطه. كنخليها حتى كتحمر مزيان من الفوق ومن التحت، عاد كنخرجها.
وهنا عندي 3 ديال الحبات ديال الخوخ. فالخوخ اللي غادي نستعمل في هاد لاطارس هادي. فإلا نتوما بغيتو تخلطوا هكاك الفواكه، ممكن تخلطوا الفواكه كاملين، ولا كديروا جوج الانواع اللي كيبقى لكم دائما الاختيار. هنا كناخذ الخوخ ديالي بعد ما كنغسلو مزيان وكنمسحو، كنقطعو يعني كنقشرو، كنحيد ليه القشره. فإلا بغيتو هكا تخليوه بالقشره راه تقدروا تخليوه بالقشره ديالو. وضروري تشريو هكا الخوخ يكون شويه قاصح، ما يكونش رطب بزاف، باش هكا تحكموا فيه ملي تخدموا به بهذه الطريقه هذه. هنا كنحيد ليه داك العظم اللي كيكون لداخل، وكنقطعو يعني مربعات صغار، وكنستمروا بنفس الطريقه حتى كنقطع هذا الخوخ ديالي كامل. ولا بغيتو هكا تزينوها بالطريقه اللي بغيتو، طريقه اخرى ممكن. فانا كتعجبني هذه الطريقه هذه، كيعطي واحد المنظر زوين، وكيجي ساهل بزاف فاش كناكلو هكا في لي طارت. صافي هنا بعد ما كنقطع الخوخ ديالي غادي نحضر معكم الكريمه، كريم باتيسير اللي غادي نعمر بها لاطارت. فالكريمه راها اقتصاديه وسهله. عندي هنايا 2 معالق ديال النشا، اولا كديروا البودره ديال كريم باتيسير، 2 معالق ديال السكر سنيده، واحد الساشي من الصب الفانيلا، وكندير بيضه واحده. فهاد البيضه كتبقى اختياري، الا ما بغيتوهاش ما تستعملوهاش. صافي هنا كندير واحد نص لتر ديال الحليب، كنخلط مزيان في البارد، وكنديرو فوق العافيه، كنبقى كنحركوه حتى كيعقد. هاد الكريمه راه سهله بزاف، المكونات ديالها بساطين، وفيها المذاق ديال الفاني، كتجي بنينه. وهنايا راه الباط ديالنا طابت وكتجي على هذا الشكل، يعني واخا كنهزوها في المول وكنحيدوها ما كتهرس ما حتى حاجه. وكنخوي فيها ديريكت داك الكريم باتيسير محدو باقي سخون باش ما يقصحش ليا في الكاسرونه. فهنا قسمته على 2 لان غادي نستعملو في لاطارس الثانيه اللي غادي نحضر في ديك العجينه اللي بقات لي. صافي هنا كناخذ داك الخوخ اللي قطعته، كنعمر به لاطارس مزيان، كنحاول هكا نكثرو هكا فوق من الكريمه. فغير جربوا هاد الطريقه اللي شاركت معكم، راه غادي تجيكم اكيد بنينه بزاف، وغادي تعتمدوها خصوصا في هذا الموسم ديال الخوخ. فهنا بعد ما عمرت الطارت ديالي مزيان بالخوخ، غادي نحطها تبرد في الثلاجه، وغادي نصاوب يعني واحد الخليط ديال الفلون او السيرو ديال الفلون، اولا كديروا الناباج فوق من داك الخوخ. فهذا انا كيجيني حسن، كيعطيها البنه. هنايا درت واحد الساشي صغير ديال الفلون ديال بالنكهه ديال الفاني، ودرت واحد الكاس ديال العنبه ديال الماء. صافي هنا ما استعملتش السكر، لان استعملت السكر في العجينه واستعملته حتى في الكريمه، فهذه كاع ما تحتاج السكر. صافي هنايا غادي ندير هذا الخليط يطيب، كطيب وهي كتعقد واحد شويه. وهنا بعد ما كتبرد لاطارت ديالي مزيان، كنخرجها من الثلاجه وكناخذ داك السيرو كنحطو فوق من داك الخوخ. كنحاول هكا ندهنو كامل بداك السيرو. ولا كانت لاطارت هكا واسعه ودرتها في المول كبير، غير خبوب عليها هاد السيرو هادي. صافي هنا بعد ما دهنتو كامل بداك السيرو ديال الفلون ديال الفاني، غادي نحط لاطارت ديالي في الثلاجه حتى كتبرد مزيان مزيان. ضروري تبرد مزيان باش كتحسوا هكا بالبنه ديالها والمذاق ديال الكريمه وديال الخوخ. وهذا هو الشكل النهائي ديال لاطارت ديالنا. كنخرجها من الثلاجه، كنزينها بالوريقات ديال النعناع،
وكنقطعوها. راه كتجي بنينه بزاف، واخا نشكرها لكم حتى هنايا، راه ما تصوروش المذاق اللي فيها. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وجاوبوني في التعليق. فهذا هو الشكل ديالها، كتجي طبقات، كتجي واحد لاطار اللي كتكون مقرمشه بنينه بزاف، احسن من ليطار اللي كنشريوها في المحلات اولا في الباتيسريات. وهذا هو الفيديو اللي شاركت معكم اليوم ان شاء الله. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش باللايكات والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد ديالي. وهنا غادي نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.